السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ اهلا وسهلا بكم في قناة طوطو. والله يا اخوانا، انا موضوع اني اتفرج على اليوتيوب والمحتوى الرائي ده انت موضوع يلزني ويلتاجني. فالنهارده بفتح المحتوى الرائي، فلقيت فيديو قمة في الأهمية، فيديو لابد له من ردة فعل سريعة. فيديو هي ليه مريم حامل. فلو حابب تعرف مريم حامل ليه، تعال تابع الفيديو ده، وما تنساش لو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، ولو ما عجبكش اعمل يا سيدي تفاح حاجة من جيبك يا رد لايك. تعالوا بينا نشوف هي ليه مريم حامل. يلا بينا نشوف. بسم الله. اه صح، نسيت انا فاصل وصلت الصوت. ازيكم يا احسن ناس في الدنيا، وحشتني جدا جدا جدا. النهارده يا جماعه حماتي كلمتني وامي كمان كلمتني. النهارده حماته كلمته وامه كلمته، يعني الدنيا مقلوبه يا اخوانا، والله الدنيا مقلوبه. على فكره قنوات السي ان ان والعربيه نيوز ده عبد الله الشريف ناقص يسال هي ليه مريم حامل. تعالوا نشوف. موضوع مهم، يعني موضوع مهم، صعب صعب صعب. شافوا الكومنتات بتاعتكم اللي هي ليه مريم حامل، هي ليه مريم حامل. فقال هي ليه مريم حامل، يعني هي ليه يعني صح. احنا مش متفقين؟ هو انت مش هي وانتوا اتنين متجوزين، يعني ما شيء طبيعي يعني، بس احنا هو يا خلبوس تكون عملت حاجة. يا ولد عيب. شوف، هي مريم حامل. ما فكر فيا يا جدعان. لا اله الا الله. امها شاكة فيها. ليه حامل؟ يا ترى البت دي ليه حامل؟ ده يا الاسود لا يكون خرب ده انت يبقى يومك مربرب. هي برضه يا جماعه مريم طول الليل امبارح عماله ترجع، وانا كلمت امها قلت لها انا مش عارف اعمل لها ايه. فالترجيع ده مش طبيعي. ترية ده مش طبيعي. حاجة احنا متفقين، بنتك انا اتجوزتها ما لمستهاش، هي ليه حامل؟ شيء طبيعي كده، ما بتسألوا هي ليه حامل. اكيد الاتفاق كان ان هو مثلا ايه، يتجوزوا بعضيهم، بس ايه، جواز جديد بقى اللي هو ايه. والله مش عارف اجيب الموضوع ازاي، بس احنا بنناقش يعني ونشوف. يا ريت يعني تكمل معنا الفيديو. قمر ده كان جنبي طول الليل بياكلني ويشربني ويغسل المواعين كنت وفي اللحظة دي احنا بنخش في وضع المحن المتمحن، يعني كمية المحن اللي في الفيديو ده لو حد ما بيستحملش يا ريت يكفي. لازم تسويحي لي، لازم تسويحي دي لي. حاجة كويسة. حد ولا ايه؟ هو مش عارفة راح ليه. طب انا برضه مش فاهم، لو طلعت حامل بجد ايه اللي هيحصل؟ هو لو طلعت حامل ايه اللي هيحصل يا اخوانا؟ هنا ممكن يعني ممكن ايه يحصل، يعني لو واحد متجوز واحدة وطلعت حامل، دي مشكلة على فكرة. وهي اصلا ليه حامل؟ ازاي دي حامل يا عم؟ يا عم انت في ايه؟ واحد ومرض وازاي تبقى حامل؟ اخوانا حرام عليكم، احنا وصلنا للدرجة دي؟ واحد يتجوز ومراته تبقى حامل؟ وصلنا للخيانة دي؟ ايه ده؟ مش عارف احساسنا ايه. مش عارف هتبقى ام ازاي ولا ابقى اب، ده احنا هنبقى على فكرة انا هبقى ام زي القمر، هجيب لها لبس زيي. لبس زيك ازاي؟ يعني انت لو بتلبسي 3 اكس هتلبسيها 3 اكس؟ وهنا يلقي النكتات الجميلة. افيه لازم كلنا نضحك يا اخوان. شابوه. لحد لو كده برضه معرفناش هي ليه مريم حامل. عارف يا اشرف، انا لو سمعت صوتك ما انتش واكل لمدة يومين. مش فاكر يا حتى انا بقالي يومين اصلا باكل نفسي. انت هتشتغل نفسك مش تعبانه؟ وانا هخف ومش هاكلك. فدلوقتي يا جماعه احنا مستنيين امي جايه تطمن برضه على مريم ومامة مريم ورودينا. العيله كلها تتجمع النهارده عشان يعرفوا ان كانت مريم حامل ولا لا. على فكره انتوا اللي شككتوا حماتي برضه، لان كل ما تشوفوا الكومنتات هي ليه مريم حامل. على فكرة يا جدعان، والله يا ريت كل ناس متابعة اتنين قبل حلوين عايشين حياة سعيدة ما تخربوش عليهم. يعني شككتوا ام البت وام الواد واختها، والناس كلها شكت ليه حامل.
ليه حامل؟ عملتوا لهم قلبان، الدنيا كلها هتتجمع دلوقتي، واحتمال يعملوا قعدة عرب، وليه مريم حامل. والله الناس كانت عايشه. انتوا ليه يا اخواننا كده؟ انتوا ليه بتخربوا البيوت؟ الناس المتابعين الفانز واللي بيحبوا حد يا ريت ما يشككوهوش. ايه اللي كله في التعليق؟ هي ليه مريم حامل؟ ها ليه مريم حامل؟ الدنيا اتقلبت. امها وام واختها. ربنا يستر يا رب بس، والفيديو ده عدى على خير. ده انتفاخ. انتفاخ؟ ده القولون بتاعها بايظ يا جماعه. اخواننا هم حاليا بيحاولوا ينكروا، وهي بتقول انتفاخ وهو بيقول قولون بايظ. اخواننا احنا والله ملناش دعوه بالموضوع ده. هي لو طلعت حامل احنا ملناش دعوه بالموضوع ده. ما تحطوناش في المواقف المحرجه دي. حامل ليه؟ معرفش ليه دي جنبك يا استنينهم دلوقتي. والله العظيم انا ما اعرف ان كانت حامل ولا لا، لان هي ما عملتش لا تيست ولا عملت اي حاجه. والله الراجل بيحلف، والله العظيم، والله يا باشا ما اعرف اذا كانت حامل ولا. والله ما اعرف، وحياة اجيب لك نص رغيف احلف عليه، والله ما اعرف. والله ماليش دعوه يا باشا انا بالموضوع ده. الموضوع ده بره مني انا. احنا متجوزين بس ايه، موضوع الحمل ده انا ماليش دخل بيه، فيا ريت ما تشيلونيش حاجه فوق طاقتي. ريحة البرفان ريحته حلوة أوي. وهنا بنرجع لكمية المحن التاني. نصيحة تانية، أي حد يا أخوانا مش بيستعمل المحن يطلع بره. وأنا هطلع قبليكم، بس تشوف الحتة دي. البرفان يا حبيبتي ده اللي هو بتاع الجسم اللي جوه ده، اللي هو البادي لوشن. هات البرفان بتاع الجسم اللي جوه ده. ده أنا لما بسبح بصابونة غسيل بعدي. هو عليك أحلى من عليا ليه؟ الله، هو عليك احلى من عليا ليه؟ هو مين فيكم الراجل ومين فيكم الست؟ بيفهم. هنا نشكح. بيفهم. فانا على مستني. فكرة بقى ده بناتي بتحط من حاجتي ليه؟ حاجتي ده شيء طبيعي يعني. احنا اصلا مش عارفين انت حامل. ده بناتي بتحط من حاجتي ليه؟ واحنا مش عارفين مريم حامل ليه؟ يبقى ليهم حق. هي هنا فهمت. ده بناتي بتحط من حاجتي ليه؟ عشان كده مستغربين هي ليه مريم حامل. ده من حقهم كده. حبيبتي ما اللي لقيته، ما انا ما لقيتش ازازه البرفان بتاعتي خلصت، فقلت ما احط من بتاعك، فحصلش حاجه يعني، ما كلها فلوسي. بس ريحته حلوة عليك. جايبني هتقعد تقولي فلوسي. احنا دلوقتي يا جماعه مستنيينهم، ويا رب اللي في الخير يقدمه ربنا. انا لا يعني كده مش هيزعلني وكده مش هيزعلني. يا رب اللي فيه الخير يقدمه ربنا. كده مش هيزعلني وكده مش هيزعلني. كده ايه، ماليش دعوه بالموضوع. طلعت حامل والله ماليش فيه. انا طلعت مش حامل والله يا باشا برضه ماليش فيه. انا كده ما عاد الدم 100 فل 14. مش هيبقى في حاجة معاك. أنا بقول لك بطني دي وحاسة بيها، مش الله. هتتحرك فيها. انت لسه يا بنت. لا يلا هنستناهم يا جماعه دلوقتي، نصور لكم اللي هيحصل ايه. يلا تابعوا معايا. بس يا جماعه دلوقتي هيقول لهم اللي هيحصل ايه. طبعا الناس المتشوقه ان هي تعرف هي ليه مريم حامل تروح تتابعهم على الصفحه. انا بس حبيت اعرف يعني. استنى يا عم، مش بنتكلم اعلانات اليوتيوب دي اللي بتطلع مره واحده كده. الناس اللي هي حابة تعرف هي ليه مريم حامل ومهتمة بالموضوع ده، زي ناس كتير زي ما الدنيا كلها مقلوبة، تروح تشوفها. التليفون رن. هو اساسا انه كل ما اجي اعمل فيديو الدنيا بتخرب وتتقلب. بص يا اخوانا، هو ده الموضوع، هو ده الترند. خلاص، سلام عليكم.